بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا أمس من الحروف التي تجزم فعلا واحدا. عندنا أسماء وعندنا حروف تجزم فعلين، تسمى حروف وأسماء الشرط التي تجزم فعلين. هي تدخل على جملتين فعليتين، فتجزم الأولى وتجزم الثانية. على رأس هذه الحروف الحرف إن، حرف اسمه إن. إن تذاكر تنجح. هذه تسمى جملة شرطية، فيها شرط وفيها جواب لهذا الشرط، مكونة من ثلاثة أجزاء. حرف شرط وجملة شرط وجواب شرط. ثلاثة أجزاء: حرف شرط، جملة شرط، جواب شرط. ولا بد أن تكون مكونة من هذه الثلاثة. وتعرف هكذا: إن يعرب حرف شرط وجزم، وهو مبني على السكون، وكل الحروف لا محل لها من الإعراب. تذاكر هذا فعل مضارع مجزوم، مكتوب في الكتاب مجزوم بإن هكذا، وعلامة شرطه وعلامة جزمه السكون، مكتوب هكذا في الكتاب. نحن لا نريد هذا الإعراب، لا نقول خطأ، ولكن هذا الإعراب ليس دقيق عند الدكتور عبد الراجحي. هم يقولونه في الكتاب مكتوب، ستقرأ فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. ربما هنا سهل، لكن في بعض المواضع مع أسماء الشرط أنت لا تستطيع أن تقول هذا الكلام. فنحن نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، انظر، لأنه وقع فعلا للشرط. وهذا أفضل وأيسر وأحسن. تذاكر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لماذا؟ لأنه وقع فعلا للشرط. وأين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. انتهينا من جملة الشرط. هذه تسمى جملة الشرط. أين جواب الشرط؟ أين النتيجة؟ النتيجة تنجح. هذه تسمى جواب الشرط، تعرف هكذا: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا للشرط. فعل شرط، جواب شرط. هنا يكون فعل مضارع مجزوم بإن لأنها تجزم فعلين، لا، سنترك هذا. والفاعل ضمير مستتر، انظر، والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. هذا دائما، هذا جملة جواب الشرط هذه دائما لا محل لها من الإعراب. أنت
أنت ليس لها إعراب آخر إلا في حالة واحدة، عندما تأتي جملة اسمية. إن تذاكر فأنت ناجح. عندما تكون جملة اسمية نقول والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، وهذا كلام ندرسه في كتاب التطبيق النحوي إن شاء الله. المهم أن هذا الشكل وهذا الإعراب ثابت من الثوابت التي تكون مع حرف شرط، جملة شرط، جواب شرط. من هذه الحروف، من الأسماء التي تجزم فعلين: من، وما، ومتى، ومهما، وأيان، وأينما، وحيثما، وكل هذه لها معنى وكلها لها إعراب. كل اسم من أسماء الشرط له إعراب ويعرب حسب موقعه في الجملة. فمتى تعرب ظرف زمان، وأينما تعرب ظرف مكان، وأيان ظرف زمان، وحيثما مكان، ومن وما حسب موقعها في الجملة، وأي تعرب حسب موقعها في الجملة. مثال: من يذاكر ينجح. من يذاكر ينجح. من يذاكر ينجح. من هذه شرطية، هذا اسم شرط. اسم شرط كل أسماء الشرط مبنية. اسم شرط مبني على سكون. اسم في أول الجملة الاسم ما إعرابه؟ في محل رافع مبتدأ. ويذاكر فعل مجزوم وعلامة، لا أقول مجزوم بمن، لا، مجزوم وعلامة جزمه. لماذا؟ لأنه وقع فعلا للشرط، والفاعل ضمير مستتر جوازا. من يذاكر تقديره هو. والجملة الفعلية في محل رفع خبر، مبتدأ خبر، مبتدأ خبر. وينجح فعل مضارع مجزوم، والفاعل مستتر، والجملة الفعلية نفس الكلام. جواب الشرط لا محل له من الإعراب. وهكذا في كل أسماء الشرط. لا محل له، لا محل لها، عفوا أستاذ، لا محل لها من الإعراب. هذه هي يسمونها أسماء وأحرف الشرط التي تجزم فعلين. أسماء وأحرف الشرط التي تجزم فعلين. طبعا عندنا متى تعرب ظرف زمان، أيام تعرب، وهكذا. سنقرأ إن شاء الله وسنستوعب وسنفهم إن شاء الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل إن شئت كل حزن سهلا إن شاء الله. نحن الآن في الإسكندرية، نعم، في مركز المنار. كتاب الممتع، هي ركلامة. فهمت لابد في فصل الشتاء بدأنا به. ثانيا ما يجزم فعلين. الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط أو جزاء الشرط، نفس الكلام. وهذه الأدوات هي ما، إن، وما، ومن، ومهما، وإذ ما، وأي، ومتى، وأيان، وأين، وأن، وحيثما. تسمى نعم
16 جوازم. ما في مشكلة. أين اثنين؟ في كتاب تطبيق النحو إن شاء الله، لأن هو الأستاذ هنا قال هذا، الأستاذ علق على هذا أسفل. الأول خلاص انتهينا. هذه الأدوات هي إن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما أخوك يقول لك وكيفما وإذا في الشعر خاصة. نعم يكملهم إن شاء الله. نحو قوله تعالى نحو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم. بسم الله أستاذي. أين يشاء؟ يوجد عندك؟ نحن هنا محمد، نحن هنا. إن يشأ يذهبكم. إن اسم الشرط. إن حرف شرط. حرف الشرط مبني على السكون لا محل من الإعراب. يشاء. يشاء في المضارع مجزوم علامة جائز من السكون لأنه وقع فعل للشرط وضمير مستتر والفاعل وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. يذهب من فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون لأنه وقع فعلا للشرط. جوابا للشرط. جوابا للشرط. الفاعل وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. كم ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل رفع في محل نصب مفعول به. يذهب هو كم. نعم. الجملة الفعلية والجملة الفعلية جواب الشرط. جواب. والجملة الفعلية التي هي جواب الشرط اقرأ. لا محل لها من الإعراب. ما في مشكلة إن شاء الله. ما في مشكلة. حرف شرط، فاعل، جملة. هذا جملة الشرط. الثانية جواب الشرط، فعل مجزوم فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب. كلام سهل ليس فيه شيء. وما نحو قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. بسم الله أبا عبد الله. وعلى خسر ما قبل ما خرف الشرط. اسم شرط. اسم شرط. ما اسم الشرط مبني على السكون وفي محل رفع في محل نصب مفعول به للفعل الآتي. في محل نصب مفعول به في الفعل الآتي. نعم. تفعلوا أي شيء من الخير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذا مفعول به. الأستاذ طبعا لن يعرف هذا. انظر، الأستاذ لن يعرف الآن لأن هذا ليس عليك إعراب، هذا إعراب كبير عليك. فقط في تطبيق النحو تذهب تعرف، لكن الآن لا. الأستاذ في الإعراب اسم شرط جازم خلاص ويكمل الحوار. والآن نحن نكتفي بهذا حتى لا يكون صعب علينا. هذا ما اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل الآتي. اترك هذا الآن. تفعل فعل المضارع مجزوم بثبوت النون. لا، مجزوم وعلامة جزمه مجزوم وعلامة نصب جزمه ثبوت النون. حذف النون. أين نون؟ حذف النون. حذف النون لأنه وقع فعلا للشرط. لأنه من الأفعال الخمسة. لأنه من الأفعال الخمسة. هو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. نعم. لأنه وقع فعلا للشرط لأنه من الأفعال الخمسة. واو جماعة. فواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. والجملة الفعلية اترك جملة فعلية خلاص. ماذا وأنت جملة فعلية؟ أنا أعربت وجملة فعلية؟ عندك إعراب لجملة فعلية؟
أنت ستكون مبتدأ ستكون خبر. هذه ليست مبتدأ لكي تكون خبر، هذه المفعول به مقدم، مفعول به وفعل وفاعل. اترك الآن من حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خير اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. يعلمه الله. يعلم فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع فعلا للشرط. جوابا للشرط. وهذا ضمير متصل. وأين؟ نعم صحيح. ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. الله فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة. وجملة الفعلية جواب الشرط لا محل له من الإعراب. كلام جميل، هذا إعراب جيد جدا جدا جدا. الواو على حسب ما قبلها ما اسم شرط جازم تفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه وقع فعلا للشرط لأنه من الأفعال الخمسة. واو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من حرف جر. خير اسم مجرور. يعلم هذه جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه وقع جوابا للشرط. والهاء في محل نصب مفعول به والله فاعل. والجملة الفعلية يعلمه الله جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. ما دائما مفعول به؟ لا ليس شرط، حسب موقعها في الجملة. من نحو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم اجعلنا من المتقين. الإعراب على السبورة. اقرأ. لا مشكلة الآن، اقرأ ثم بعد ذلك في البيت تكرر. هيا بسم الله. وحسنة تعرب حسنة. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع كده. يتقي. أين الياء؟ ذهبت الياء. نعم. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أخذنا أمس. نعم. حذف حرف العلة. أين الفاعل؟ من يتقي هو، والفاعل ضمير مستتر جوازا. نعم. تقديره هو الله المفعول به منصوب وعلامة الفتح. نعم. والجملة الفعلية انظر. والجملة الفعلية في محل رفع خبر. من مبتدأ هذا خبر. يجعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا للشرط. لأنه وقع جوابا للشرط. نعم. له. من يجعل الله. والفاعل ضمير مستتر جوازا هو. تقديره هو. له. اللام. حرفه هذا حرف جر. نعم. مبني على سكون. لماذا أنت تقول لا؟ مبني على فتح لا محل له من الإعراب. والهاء اسم مجرور ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. مخرجا. ماذا يجعل مخرجا؟ مفعول به منصوب وعلامة الفتح الظاهرة. والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل. طبعا هذا كلام صعب عارف، لكن بالتكرار لو ذهبت إلى البيت وكررت عندك الإجابة إن شاء الله ستكون جيد إن شاء الله. بالصبر إن شاء الله، بالصبر نتعلم إن شاء الله. ومهما نحو قوله تعالى مهما يحاول المبطلون طمس الحقيقة تظهر. بسم الله. مهما اسم شرط جازم. مبني على السكون. اترك خلاص.
يحاول في المضارع منظوما وعلامة جزمه سكون والكسر لكسر التقوى الساكنين لأنه وقع لأنه وقع فعلا للشرط. المبطلون الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ماذا يحاول المبطلون؟ طمسة وفعل منصوب ولامة نصب الفتحة الظاهرة. الحقيقة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسر. الكسر الظاهرة تظهر في المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جواب الشرط، والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. صحيح، لكن أنت تركت والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي تظهر هي. نعم، جزاك الله خيرا محمد. إذ ما نحو قولك إذ ما تقم أقم. إذ ما تقم أقم، في أي وقت ستقوم سأقوم. إذ ما اسم شرط جازم. تقوم في المضارع مجزوم ولم جزمه السكون لأنه وقع لأنه وقع فعلا. الشرط. نعم، أنت تقوم أنت، والفاعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أقم في المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جواب الشرط. أنا والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. نعم. كيف حالك؟ أي نحو قولك أي طالب يجتهد يتقدم. هنا أي هذه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وبعد أي دائما مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ويجتهد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع فعلا للشرط، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أي مبتدأ وخبر. يتقدم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا للشرط، فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، جملة فعلية جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. وتمشي بعد ذلك في كل هذه الأسماء على نفس الإعراب. متى يصلح قلبك تصلح جوارحك، هذا صحيح. متى في أي وقت متى يصلح قلبك تصلح جوارحك. ممكن أخونا عمر يبدأ معنا. ممكن متى اسم شرط متى اسم شرط يجزم فعلين يجزم فعلين خلاص الحمد لله. إذا لا نريد، نحن لا نريد. لا نريد. ظرف زمان. هو ظرف زمان، هذا في تطبيق نحو. يصلح يصلح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع فعلا للشرط. هذا ما نريد. من يصلح قلبه فاعل قلبه. من يصلح قلب فاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والكاف ضمير اتصل باسم. ضمير متصل باسم مبني على الفتح مبني على الفتح في محل رفع جر في محل جر مضاف إليه. أي ضمير يتصل باسم في محل جر مضاف إليه. انتهينا من جملة الشرط. جواب الشرط يصلح أو تصلح فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع
جوابا جوابا للشرط. من تصلح؟ جوارح. جوارح فاعل. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر في محل جر مضاف. مضاف إليه. والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل لها من الرفع. خلاص انتهى، ليس مشكلة إن شاء الله. الصبر، لا يريد منا النحو إلا صبر، وكل العلم. شيخ مواظب وطالب مجتهد. الحمد لله عندنا الشيخ المواظب وعندنا الطالب المجتهد، إذا نتعلم إن شاء الله، ما في مشكلة إن شاء الله. وأيانا نحو قولك أيانا تطع الله يعنك. أيانا هذا تعرف ظرف زمان، اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان. تطع أنا أيانا تطع الله يعنك. تطع في المضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف إلا سامحك الله. والكسر دليل على. أين حرف العلة الذي حذف؟ أين؟ كانت تطيع أصبحت تطع. هذا قولك بالكسر. نعم. نعم. تطيع في المضارع مجزوم علامة الجزم السكون حرف بالكسر التقاء ساكنين. لأنه وقع فعلا للشرط. الله تطيع فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الله فاعل مفعول به مسؤول عن النصب بالفتحة الظاهرة. يعنك. يعين في المضارع مجزوم علامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا لشرط. من يعين؟ الله. والفاعل فاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو. نعم. كاف ضمير متصل مبني على فتح في محل النصب مفعول به. والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل من الإعراب لها. انظر أنت الآن ترتفع، اترك الدرس يوم أو يومين ولا ستنخفض. اصبر ولو مرة واحدة، اصبر على هذا الكتاب. أنت بسم الله ما شاء الله عقلك جيد وتفهم، ليس عندك مشكلة وحيدة فقط: تتابع، استمرار. كسر. هو ليس بكسلان، والله ليس بكسلان، لكن يأتيه بعض أوقات يشعر أنه لا يفهم، يشعر أنه لا يستطيع. لماذا نحن؟ يكفي ما هذا. لماذا لا نحن؟ ماذا مشكلة في نحن؟ لا تظلم النحو. هو يحب النوم. يحب النوم. نعم يحب النحو. نحو قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. هذه صعبة عليك أبا عبد الله. أبا عبد الله، هذه صعبة عليك. بسم الله. أينما اسم شرط. اسم الشرط مبني على السكون، ظرف زمان مكان. أينما ظرف نعم. مكان. جميل. تكون تعرف ظرف المكان ده هذا ماذا إعرابه؟ منصوب. هذا خبر مقدم. خبر تكون مقدم. نعم. لا مشكلة، أعرف. تكون فعل تكون فعل المضارع مجزوم ناقص نسخ. ماذا؟ نسخ. ماذا؟ أنا قلت هذا. فعل الماضي ناقص نسخ. فعل مضارع. فعل المضارع ناقص نسخ مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لأنه وقع فعلا للشرط. لأنه وقع فعلا للشرط. وهو الجماعة.
واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون لا محل في محل رفع فاعل. في محل رفع فاعل. نعم، أنت عندما سمعتني أقول في محل رفع فاعل قلت كنت تعرف أن هذا في محل اسم اسم كان في محل رفع اسم تكون ليس فاعل. في محل كان وأخواتها هذه كان ناقصة، أنت قلت ناقص ليس فاعل. في محل رفع اسم كان. يدرككم الموت. يدرككم الموت. يدرك فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا للشرط. وفعل ضمير مستتر. كم لماذا؟ أنت تقول فاعل ضمير مستتر. موت فاعل. هو الفاعل. يدرك الموت كم. من يدرك؟ اسأل من. وجدت خلاص من يدرك الموت. ماذا يدرك كم؟ كم ضمير متصل مبني على السكون حرك بالضم لالتقاء الساكنين. أحسنت. في محل نصب مفعول به. الله أكبر. والجملة فعلية. أين الفاعل؟ لابد جملة فعلية. فعل وفاعل. أعرب الموت. الموت ضمير فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة مبتدا مؤخر. لا أنت قلت أينما خبر. هذه خبر في تكونه. خبر لتكونه. لتكونه. واسمها واو الجماعة. خلاص. هذا خبر مقدم. هذا انتهينا منه. هذا ظرف. هذا متعلق بمحذوف خبر تكون مقدم. هذا انتهينا منه. هذه جملة واحدة منفصلة. أينما لتكون. نعم. واو اسم كان. اسم تكون وأينما خبر تكون مقدم. والجملة الفعلية جواب الشرط. جواب الشرط لا محل من الإعراب. نعم. ممكن مرة أخرى؟ نعم. أينما اسم الشرط مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. ظرف مكان. وشبه الجملة. وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر تكون مقدم في محل نصب. تكون فعل المضارع الناقص ناسخ مبني على الضم مجزوم يا عبد الرحمن. مجزوم وعلامة جزمه ثبوت النون. حذف النون لأنه وقع فعل للشرط. لأنه من أفعال الخمسة. واو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. خلاص انتهينا من اسم الشرط وفعل الشرط. ادخل على جواب الشرط. يدرك فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا للشرط. كم ضمير متصل مبني على السكون حرك بالضم لالتقاء الساكنين في محل نصب مفعول به. الموت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والجملة الفعلية والجملة الفعلية وقع جواب الشرط لا محل له من الإعراب. لا يوجد مبتدأ. اسم كان. هذا اسم كان واو الجماعة. ما هي الجملة كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية. يكون المبتدأ اسم والخبر خبر. هنا تكون في أي مكان يدرككم الموت. تكون في أي مكان يدرككم الموت. تكون واو الجماعة هذا مبتدأ. في أي مكان هذا أينما هي الخبر. درسنا في كتاب تطبيق النحو إن شاء الله. أن يجلس العالم يحترم. بسم الله.
أن حرف اسم شرط جازم اسم شرط جازم لفعلين. خلاص ها يجلس يجلس فعل مضارع مجرور بكسر مجزوم. وعلامة جر الكسر. أنت بعد كل هذا لا تعرف أن الفعل لا يكسر؟ أو طالب أخوك أعرب بجوارك عندما يكون سكون ويأتي بعده ألف حرك بالكسر لالتقاء الساكنات. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه سكون لأنه وقع حرك فعلا للشرط. حرك بالكسر. نعم مرة أخرى. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون لأنه وقع فعلا للشرط. حرك لالتقاء الساكنين. حرك بالكسر. نعم. العالم عالم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يحترم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون نعم لأنه وقع جوابا للشرط. جوابا للشرط. الضمير ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذا يحترم مبني للمجهول. ستدرس إن شاء الله. ستدرس. هذا فعل مبني للمجهول. والجملة الفعلية اترك نائب الفعل الآن لا مشكلة. والجملة الفعلية جواب الشرط لا محالة لها من نعم. هذا كلام جميل. بالصبر إن شاء الله. هذا الدرس وقع في أول الكتاب صعب كان يؤخر ولكن هذا ترتيب للأستاذ وليس عليك كل هذا الإعراب لكن هذا تدريب. بغير تدريب أنت لا تستطيع أن تتعلم. ممكن أشرح لك ليل نهار. وبعض الطلاب أتاني طالب يحفظ الأجرمية وشرح الأجرمية. الشرح أنا لا أستطيع أن أحفظه وأكثر من كثير مرات أكثر من مرة وأنا أدرس ولم أحفظ حتى الآن. هو يحفظه ولكن عند التطبيق لا. هذه مشكلة عند التطبيق. الطريقة التطبيقية هذه هي الطريقة العملية. بغير هذه الطريقة لا تتعلم في كل شيء. لابد من الطريقة العملية في التعلم. أكمل حبيبي. انتهيت؟ نعم. وحيثما تستقم تفلح. يجزم فعلين. لو تريد تكمل في محل نصب ظرف مكان. تستقم في المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع فعلا للشرط والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تفلح فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا للشرط والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل له من الإعراب. أخونا محمد حتى لا ينظر أحدنا كيف هو يعرب وكيف هو كذا. أخوكم محمد حضر معي هذا الكتاب في أول التعلم كان في مستوى ثالث. جلس مثل عمر هكذا مستمع. كان مستمع. وقتها أنا كنت أريد أن أقول له يا محمد يعني هذا لا يناسبك. وكان معه صديق آخر. أنا كدت أن أقول له هذا لا يناسبك وأترك المجموعة. ولكن أصر وجلس. كان مستمع. الآن هكذا. أنت لا مشكلة تدرس الكتاب مرتين. في أول مرة ثاني مرة يكون أفضل. نعم ممكن أنت نصفه لا تفهم لا مشكلة. أول مرة هذا لا مشكلة. ولكن مع المحاولة والاجتهاد مع التكرار إن شاء الله انظر الوضع الآن بسم الله ما شاء الله ويستطيع أن يدخل تطبيق نحو
بفضل الله، ولكن أصر على التكرار، أصر على التكرار. وأبعد واحد يأتي هو وعبد الله، يأتون من بعيد، يأتيان من بعيد. لكن هذا هو إن شاء الله سيرزق بالعلم إن شاء الله. وذكر المصنف في الجوازم كيفما، نحو كيفما تفعل أفعل. بسم الله يا أبا عزيزة. كيفما اسم الشرط مبني على السكون، يجزم مفعولا، يجزم فعلين. لو تريد إعرابه كامل في محل نصب حال. في محل نصب حال. تفعل تفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع اسم الشرط. فعلا فعل الشرط. الشرط. والفاعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أفعل تفلح. كيفما تفعل أفعل، ليس تفلح. أفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع جوابا للشرط. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. والجملة الفعلية في محل جواب الشرط ولا محل لها من الإعراب. وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر، نحو قوله تعالى وإذا تصبك خصاصة فتجمل. انتهى هذا الدرس الجميل المفيد الذي تعلمنا فيه إعراب جيد. وعندك مخطط يوضح جوازم المضارع مع التمثيل. الجوازم الذي يجزم فعلا واحدا لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وعندك 4 أمثلة على ذلك. الذي يجزم فعلين إن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. والأستاذ ذكر لك لكل واحد مثال. مفروض ويجب عليك عندك عطلة خميس جمعة سبت، لو أن لك قلب قوي تذهب إلى البيت وتعرضهم في الكراسة وتأتيني يوم الأحد أستاذ ما رأيك، هذا صحيح لا صحيح، أو من يكبرك علما تقول له ساعدني في هذا، تستفيد استفادة ما بعدها استفادة. حاول فيه، حاول. والأستاذ الحمد لله يعني 11 آية 11 آية الأستاذ بفضل الله يعربهم إعراب كامل لكي تستزيد من هذا العلم. ونبدأ في باب مرفوعات الأسماء. هذا الدرس اسمه الفاعل، شرحناه من قبل على السبورة في أول حصة، وشرحناه شرح قوي جدا، فلا حاجة لأن نشرح مرة ثانية. من أراد أن يرجع فليرجع إلى أول حصة. باب مرفوعات الأسماء. قال المصنف رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. الشرح: المرفوعات هي الأسماء التي حكمها الرفع، وذكر المؤلف منها الفاعل، نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع. فمتى وقع الاسم في أحد هذه المواضع فحكمه الرفع. وستمر بك مفصلة بابا بإذن الله تعالى. نبدأ. باب الفاعل. قال المصنف: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا كلام ليس دقيق. هناك فاعل من غير فعل، هناك فاعل من غير فعل. فاعل سيأتي في التطبيق النحوي من غير فعل قبله، باسم قبله، اسم وله فاعل. ولكن هذا الاسم من المشتقات يعمل عمل الفعل كما سيمر بك إن شاء الله. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد، فعل وفاعل، ويقوم زيد فعل وفاعل،
وقام الزيدان فعل وفاعل مثنى، ويقوم الزيدان فعل وفاعل مثنى، وقام الزيدون فعل وفاعل جمع، ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. كل هذا فعل وفاعل على كل أنواعه. الشرح الفاعل تعريفه: لغة هو من أوجد الفعل، واصطلاحا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. مثاله قام زيد، إعرابه قام فعل ماض وزيد فاعل، وهو اسم مرفوع ذكر قبله فعل واقع منه. أنواعه: ظاهر ومضمر. أولا الفاعل الظاهر، وهو يرفع بالضمة إذا كان مفردا، نحو قوله تعالى: وجاء ربك. بسم الله محمد أعرف. وعلى حسب ما قبل. عمر عفوا، محمد أنت عرفت. وجاء ربك. الواو على حسب ما قبله. ما عزم على على حسب شيء، ما قبل. ما منعنا تورب حسب ما قبلها. الواو هذه الواوات كثيرة، ممكن تكون ما بعدها معطوف على ما قبلها فتكون حرف عطف، ممكن يكون ما بعدها ليس له علاقة بما قبلها فتكون استئنافية. على حسب ما قبلها. نحن الآن لا نعرف ما قبلها، ليس علينا، فنهرب من هذا نقول على حسب ما قبلها. На том положении, которое надо не хорошо. وهو على حسب ما قبلها. على حسب ما قبل. جاء فعل معلم مبني على الفتح. من جاء؟ أروبه. ربو. أروبه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الكاف. ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع في محل جر في محل جر مضاف إليه. نعم جزاك الله خير. أو جمع مؤنث سالم، نحو إذا جاءكم المؤمنات. إذا حرف الاستقبال ونصب ظرف لما يستقبل من الزمان. ما يستقبل من الزمان. ظرف للزمان المستقبل. والشرط أيضا ما من الشرط، حتى لو شرط لا نقول هذا. يعربك الآن يكفيك إذا ظرف للزمان المستقبل. الحمد لله. تريد إعراب كامل؟ إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. تريد هذا الآن؟ ليس الآن. حرف الاستقبال ظرف لما للزمان المستقبل. ظرف للزمان المستقبل مبني على السكون في محل نصب. نعم. جاء فعل الماضي مبني على الفتح. من جاء؟ هو لا. ضمير مستتر. لا. كم. لا. من جاء؟ المؤمنات. ها؟ كم. جاءت المؤمنات كم. لماذا لا جاءت؟ لأن فصل بين الفاعل المؤنث والفعل بكم. إذا فصل بين الفاعل المؤنث يجوز لك التأنيث ويجوز لك التذكير. جاءت المؤمنات، لكن جاءكم المؤمنات، جاءتكم المؤمنات. ستدرس هذا إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. كم تعود على الصحابة. سورة الممتحنة: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فعل الماضي مبني على الفتح. قم
كم ضمير متصل مبني على السكون حرك بالضم لالتقاء الساكنين في محل نصب مفعول به. المؤمنات فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أخوكم يتكلم كلام نوضحه ربما يعني من يستمع له. هو يقول هكذا: جاء هو يقول على كم هذه ضمير، هو ضمير متصل، هو ضمير متصل، كل الضمائر مبنية على هذا كم مبني على السكون، ولكن بعده ألف ولام. عندما يكون هنا كسرة يكون هنا فتح، حرك بالفتح لالتقاء الساكنين. عندما يكون هنا فتحة يكون هنا كسرة، حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. عندما يكون هنا ضمة يكون هنا ضمة، مبني على السكون حرك بالضم. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. هذا هو الموضوع. ننتبه لهذا إذا جاءكم المؤمنات. بسم الله بسم الله. ويرفع بإراد أو جمع تكسير نحو قوله قالت الأعراب. قالت فعل ماضي. قالت نعم. قال فعل ماضي مبني على فتح لا محل له في تاء الفاعل. لا ليس تاء الفاعل. تاء الفاعل قلت لك قبلها سكون. تاء تأنيث. نعم. مجزوم. حرف تأنيث مبني على السكون. على مبني تأنيث مبني على السكون. حرك بالكسر لالتقاء ساكنين. نعم. مرة أخرى. قال فعل ماضي مبني على فتحة والتاء تاء تأنيث مجزوم مبني على السكون. حرك بالكسر لالتقاء ساكنين. الأعراب قالت الأعراب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أستاذ أنت الأعراب هذا مذكر، لماذا أنت تقول الله قالت؟ طبعا عندنا تفسير لهذا. قال الأعراب صحيح، قالت الأعراب صحيح، قال الناس صحيح، قالت الناس، قال الطلاب قالت الطلاب. هناك تقدير قال جمع الأعراب، إذن الأعراب مذكر قال مذكر جمع. قالت جماعة الأعراب جماعة مؤنثة قالت مؤنثة. قال الرجال قال جمع الرجال، قالت الرجال قال جماعة الرجال. هذا هو التقدير، وهو أفضل تفسير لهذا في القرآن الكريم. قالت الأعراب، الأعراب مذكر، لماذا؟ قالت جماعة الأعراب. قال فعل الماضي مبني على الفتح، التاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب، حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والأعراب فاعل مرفوع بالضم. ويرفع بالواو يا محمد إذا كان جمع مذكر سالما نحو قوله تعالى قال الحواريون. أعرف. قول في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الحواريون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو ونيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في المفرد. أو من الأسماء الخمسة نحو قوله تعالى قال أبوهم أبا عزيزة. قال في الماضي مبني على الفتح أبو فاعل مرفوع ولم تؤثر الواو نيابة عن الضم لأنها أسماء خمسة. من الأسماء الخمسة. هو ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر. ويرفع بالآلف إذا كان مثنى نحو قوله قال رجلان. قال في الماضي مبني على الفتح رجلان فاعل مرفوع لم يتأثر ألف لأنه مثنى ونون تبعد عن التمام.
طبعا انتهينا من الفاعل الظاهر الذي يكون اسم ظاهر. ثانيا الفاعل المضمر. قال المصنف والمضمر 12. نحن الحمد لله شرحناه على السبورة أفضل من هذا الشرح بكثير. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. الشرح. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الفاعل الظاهر شرع في ذكر الفاعل المضمر. والفاعل المضمر أو الضمير هو اسم يقوم مقام الفاعل الظاهر. حضر خالد. أنا أتكلم عن نفسي فأقول حضرت. هذه التاء بدل من خالد. اسم يقوم مقام الفاعل الظاهر وهو على نوعين: بارز ومستتر. الفاعل الضمير البارز أتى المصنف بأمثلة للفاعل عندما يكون ضميرا بارزا متصلا بفعله، وهو تاء الفاعل ونال الفاعلين وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة. تاء الفاعل تأتي للدلالة على المتكلم الواحد أو المتكلمة الواحدة نحو أنا ضربت. أنا ضربت. ضربت فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وتأتي للدلالة على المخاطب نحو أنت ضربت. ضرب فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وتأتي للدلالة على المخاطبة نحو أنت ضربتي. ضرب فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. وتأتي للدلالة على المخاطبين أو المخاطبتين نحو أنتما ضربتما. ضرب فعل الماضي مبني على السكون وتما ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والأستاذ هنا في الإعراب يقسمها إلى التاء وميم فيقول ضرب. التاء ضمير متصل مبني على الضم والماء علامة التثنية. هذا أيضا جائز عند الكوفيين. وتأتي للدلالة على جمع المخاطبين نحو أنتم ضربتم. ممكن تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وممكن التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع حرف. لك الخيار. الأحسن كلمة واحدة. الحرفان هما كلمة واحدة لا نقسم إلى ضمير وحرف. وتأتي للدلالة على جمع المخاطبات نحو أنتن ضربتن. ونال الفاعلين تأتي للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه نحو نحن ضربنا. ها محمد أعرف ضربنا. ضرب دي معني على السكون. ضمير متصل في محل رفع مبني على السكون في محل رفع فاعل. وألف الاثنين تأتي للدلالة على الغائبين على الغائبين نحو الزيدان ضربا. عمر أعرف ضربا. أول ضربة فعل الماضي فتح. ألف الاسم هذه فعل وفاعل. ألف الاثنين نهاية. ضرب الرجلان ضربا. ألف الاثنين ضمير متصل سكون في محل رفع فاعل. ضربوا فعل ماضي مبني على الضم. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وتأتي للدلالة على الغائبتين نحو الهندان ضربتا. وواو الجماعة تأتي للدلالة على الغائبين نحو الزيدون ضربوا. أعرب أبا عبد الله. زيدان. الزيدون ضربوا. الزيدون. الزيدون في مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم والنون. نيابة عن الضمة. نيابة عن الضمة ونون عوض عن التنوين في المفرد. ضربوا ضمير ضربوا فعل الماضي مبني على حذف النون. هذا خير. مرفوع فعل الماضي مبني على الضم
لاتصاله لاتصال واو جماعة واو الجماعة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة الفعلية في محل رفع مبتدا. في محل رفع خبر. خبر للمبتدا. ونون الإناث تأتي للدلالة على الغائبات نحو الهندات ضربنا. بسم الله أخي. ضربنا. ضرب. ضربنا. ضرب فعل ماضي مبني على السكون. نون النسوة نون فاعل ضمير متصل. ضمير متصل مبني على الفتحة في محل رفع. فكل ما ذكر من الضمائر يعرب في محل رفع فاعل لأنها مبنية، وهي تبنى على ما سمعت عليه، على الضم إن كانت مضمومة، وعلى الفتح إن كانت مفتوحة، وعلى الكسر إن كانت مكسورة، وعلى السكون إن كانت ساكنة، فتكون في إعراب نحو ضربت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. هناك الفاعل الضمير المستتر وشرحناه على السبورة، هو وهي جوازا، باقي الضمائر وجوبا. فإن لم يكن الفاعل اسما ظاهرا ولا ضميرا بارزا فهو ضمير مستتر ليس له وجود ظاهر في الكلام، وإنما يقدر على حسب المعنى. نحو زيد ذهب هو، وزينب أو هند ذهبت هي، أي زيد ذهب هو وهند ذهبت هي. فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد في الفعل الأول، وتقديره هي يعود على هند في الفعل الثاني، ولا يخرج تقدير الضمير المستتر عن هذين في كل فعل ماضي، إما تقديره هو وإما تقديره هي، وكلاهما يأتي جوازا. وقلنا لماذا جوازا؟ شرحنا هذا لأنه يجوز أن يحل اسم ظاهر محل الضمير المستتر. محمد نجح. محمد مبتدأ، نجح فعل ماضي مبني على الفتح. من نجح؟ هو، والفعل ضمير مستتر تقديره هو. جوازا أم وجوبا؟ جوازا. لماذا جوازا؟ يجوز أن تضع فاعل. محمد نجح أخوه، إذا يجوز، لهذا قلنا يجوز. ولكن مع باقي الضمائر لا يجوز، فنقول وجوبا. مستتر جوازا، مستتر وجوبا، وشرحنا هذا بالتفصيل على السبورة. وعندنا مخطط يوضح أنواع الفاعل مع التمثيل حسب ما ذكره المصنف. الفاعل ظاهر ومضمر، متصل ومستتر، وعندك إعراب جميل لآيات قرآنية جميلة، وعندك تطبيق على إعراب الفاعل المضمر، عندك تطبيق. ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتي. كل من كان له قلب ويتقي الله ويتعلم يقرأ كتاب ممتع اسم على مسمى. رحم الله وغفر لمن كتب هذا الكتاب، مفيد للغاية، كتاب من أفيد الشروح الموجودة لما فيه من التطبيق. فائدة هذا الكتاب تطبيق، وهو دائما مع جمهور النحاة. وعندك في ذيل كل صفحة الاختلافات الموجودة. فجزى الله هذا الرجل مالك ابن سالم ابن مطر المهزاري خير الجزاء، جزاه الله خيرا، وجزاكم الله خيرا أيضا لأنكم تقرؤون هذا الكتاب. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ بنائب الفاعل إن شاء الله. نائب الفاعل هذا درس سهل مثل الفاعل تماما، لا مشكلة فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.